أعزائي مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم اليوم من داخل المركز الثقافي اللبناني وحضور الصالون الثقافي تحت عنوان البطريرك الحويج. أعزائي مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم اليوم من داخل الكنيسة المارونية، وطبعا مناقشة كتاب البطريرك الحويج، ومعانا القس شربل راعي الكنيسة. أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك وشرفتونا بجد في الكنيسه هنا. اهلا وسهلا بيكم. شرف لنا حضرتك. طبعا كنا حابين نعرف من سيادتكم تاريخ الكنيسة المارونية. يعني تاريخ الكنيسه المارونيه هي بدات مع القديس مارون في القرن الرابع تقريبا. ومن بعد القديس مارون انتقلت الى لبنان بسبب عده اضطهادات حصلت للطائفه المارونيه، وبعد كده تاسست مع البطريرك يوحنا مارون اللي هو اول بطريرك ماروني. وهنا بدأ يكون عندها اسم الكنيسة المارونية، وهي تأسست بنسميها كنيسة خلقدونية من بعد مجمع خلقدونيا. هي أخذت المجمع وتكونت الكنيسة المارونية وانتشرت طبعا في لبنان أكتر حاجة، وهي أصلا جت من سوريا إلى لبنان وبعد كده انتشرت في العالم كله. ده مختصر شديد قوي للكنيسة المارونية. وبرضه هنا موجودة في مصر تقريبا من سنة 1700، يعني تقريبا من القرن الثامن عشر وجدت في مصر. وطبعا عملت حاجات كتيرة من أجل مصر ومن أجل المصريين هنا، وبدأت من دمياط طبعا والمنصورة، وانتقلت الإسكندرية والقاهرة وكل المناطق دي. والكنيسة دي تقريبا من سنة 1960 مبنية 66. وكان عندنا برضو كنيسة في البلد برضو قديمة جدا. فده تقريبا تاريخ الماروني سريعا جدا يعني. كلمة سيادتكم اليوم بخصوص الصالون الثقافي ومن كتاب البطريرك الحويج، وطبعا من مصر إلى السودان. طبعا البطريرك الحويج هو أيقونة من أيقونات لبنان.